السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم تاني إعدادي. إن شاء الله النهاردة هنحل الكلاس وورك الأسبوع 13. أول سؤال complete. The size of the ovary in the human female is the size of. بيسألك على حجم الأوفري عند الهيومن فيميل. دي كانت معلومة صريحة عندنا في الكتاب إن التو ovaries عبارة عن two glands having the size and the shape of peeled almond زي اللوزة المقشورة. يبقى الإجابة هتكون peeled almond. السؤال رقم 2. The ovum contains dots of the hereditary substance. يا ترى الأوفم فيها قد إيه من المادة الوراثية أو من الجيناتيك سبستانس؟ طبعا هي فيها الهاف، لأن الأوفم والسبيرم both of them having the half number of chromosomes. يعني الأوفم والسبيرم كل واحد فيهم بيبقى عنده 23 chromosomes. يبقى the ovum contains half number of hereditary substance. السؤال رقم 3. is formed when the sperm fuses with the ovum. يا ترى ايه اللي بيتكون لما بنحط السبيرم مع الاوفم؟ اكيد طبعا هيكون الزيجوت. every ovary in female secrete mature ova every. طبعا المدة بتاعته هتكون every 28 days. السؤال اللي بعد كده from the secondary 6 characters in females dots and dots. عندنا أكتر من كاركترز ممكن أقولها للساينس أوف puberty. عندك growth of hair in the armpit، عندنا softness of the voice، عندنا growth and development of the breasts، عندنا accumulation of fats in some body regions، آخر واحدة occurrence of menstrual cycles. أنا قلت لك 5 points، شوف أنت اختار أسهل 2 وتكتبهم. في ممكن أكتب softness of the voice، اختار اي 2 زي ما قلت لك softness of voice or occurrence of menstrual cycle، اي 2 من ال5. السؤال اللي بعد كده put right or wrong. هو مش قايل لك اعمل correct للwrong ones، تمام؟ بس زيادة تأكيد بحب الطلبة ان هم يعملوا correction عشان تبقى متأكد فعلا ان انت عملت الساين صح. Food and oxygen reach the embryo during the period of pregnancy through the two ovaries. هل الأكل أو الغذاء والأكسجين بيوصلوا للإمبريو الجنين عن طريق التو اوفريز؟ طبعا الإجابة ديت أو السؤال ده هيكون مش صح. دول بيوصلوا الفود والأكسجين بيوصلوا للإمبريو during the period of pregnancy through البلاسينتا أو الأمبليكال كورد. السؤال رقم 2. The ova have large size. طبعا الإجابة ديت هتكون صح، لأن التو اوفم بيكون عندهم relatively large in size، يعني أكبر شوية من السبيرم، زي بالظبط السيزم سيد أو زي حبة السمسم. فلو جه قال لي the ovum have large size هعملها صح. السؤال رقم 3. The sperm fuses with the ovum during the period of pregnancy. هل السبيرم هيعمل اتحاد أو fusion مع الأوفم during the period of pregnancy؟ صح ولا غلط؟ أكيد طبعا هتبقى مش صح. هما الاتنين بيعملوا fusion at the fertilization. السؤال اللي بعده the two ovaries secrete testosterone هرمون. طبعا اللي كان بيفرز التستوستيرون هو عبارة عن التو تيستس، اما التو اوفريز بيبتدي يفرزوا 2 من الهرمون، الاستروجين والبروجستيرون. يبقى الجملة ديت هتكون wrong، تمام؟ اللي بيفرز التستوستيرون هم التو تيستس، اما التو اوفريز بيفرزوا لنا الاستروجين ومين كمان والبروجستيرون. السؤال الأخير في البوت رايت رونج. The age of the female when it reaches the menopause year. يا ترى قد إيه عمرها لما بتوصل لمرحلة المينوبوز؟ يعني التو اوفرز stop the production of ova. تعالى نفتكر العمر كان ما بين 45 ل 55 years، لكن ال 15 years لا، ده مش كان عمر المينوبوز. يبقى الجملة هتكون غلط وهعمل correction لل 15، هتبقى between 45 to 55 years.